السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد ومراجعة جديدة، والأول مرة مراجعة الهاتف الجبار بوكو F6 من فئة بوكو التابعة لشركة شاومي. طبعا قبل أي حاجة خلونا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. المراجعة كالعادة يا شباب بتخص أداء الجهاز في ألعاب، ودائما والأهم لعبة ببجي موبايل، لأننا بنركز على لعبة ببجي موبايل وأداء الأجهزة فيها. فيلا بينا نبدأ المراجعة على طول، وما تنساش تعمل لي لايك الجميل وتعمل لنا اشتراك في القناة عشان تنضم للعيلة المتواضعة بتاعتنا ويوصل لك كل جديد. ويا ريت حضرتك تتفرج على الفيديو للآخر عشان تطلع من الفيديو ده عارف كل حاجة بتخص الجهاز. أول حاجة معانا هنعمل مراجعة سريعة للجهاز وإمكانياته. أول حاجة معانا في إمكانيات الجهاز وهو المعالج. الجهاز بينزل لنا بمعالج سناب دراجون الجيل الثامن اس جين 3 تكنولوجيا 4 نانو ثماني النواة. المعالج ده يا شباب طبعا من اقوى المعالجات في المجال الالعاب، وحرفيا المعالج اللي هم بارد جبار بمعنى الكلمه. تاني حاجه معانا يا شباب هو التخزين والرام. الجهاز نزل منه نسختين، واحده 8 جيجا رام مع مساحه تخزين 256 جيجا بايت، اما النسخه التانية وهي 12 جيجا رام مع 512 جيجا بايت تخزين، والاتنين طبعا مناسبين جدا للاستخدام. تلاتة هي الكاميرا الخلفية للهاتف مزدوجة 80 ميجا بكسل بلس 8 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية هي 20 ميجا بكسل. أربعة شاشة الجهاز يا شباب بتنزل ب6.67 بوصة بدقة 2712 في 1220، فأعتقد دي كويسة جدا يعني، والشاشة بتدعم 120 هرتز طبعا، فدي حاجة كويسة جدا. بعد كده يا شباب نظام التشغيل للهاتف هو اندرويد 14، وطبعا البطارية بتاع الهاتف 5000 ملي امبير، فده كويسة جدا برضو وتكفي للعب لفترات طويلة. كده اتكلمنا عن كل امكانيات الهاتف، ونيجي بقى نشوف الجهاز الجبار ده بيدينا كام فريم في لعبة ببجي موبايل، واعلى جرافيك ممكن يوصل له، واداء الجهاز بالتفصيل جوه اللعبة عامل ازاي. دخلنا على الجرافيك والرسومات، طبعا زي ما حضرتك شايف شغال على سلاسة فائقة لحد الترا اكستريم يعني 120 فريم، وشغالة كمان على سلاسة اللي هي الترا اكستريم برضو 120 فريم، بيوصل لحد اتش دي ار وفائق اتش دي ار. الاتش دي ار بتشغلها معانا 60، والفائق اتش دي ار بيشغلها معانا للاسف 40، ولكن ما حدش هيلعب طبعا فائق اتش دي ار. انا عن نفسي بلعبها سلاسه او سلاسه فائقه، وبلعبها الترا اكستريم اللي هي 120 فريم. وطبعا الجهاز بيدعم ال 120 فريم من قبل التحديث الاخير بكتير، يعني عشان في ناس ممكن تقول بقى 120 وهو كان اصلا 90، فلا الكلام ده مش صحيح. الجهاز بيدعم 120 فريم من بدري ومن قبل التحديث الاخير طبعا اللي هو 4.0. كده شرحنا الفريمات للجهاز والجرافيك كمان، وفاضل معانا بقى اداء الجهاز داخل الجيم بلاي عامل ازاي. فهسيب لحضراتكم شويه لقطات تقدروا تتفرجوا عليها براحتكم وتكملوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا الاداء بالتفاصيل بتاعته. فمشاهده ممتعه، وما تنساش تعمل لي لايك واشتراك، واسيبك مع اللقطات ومشاهده ممتعه.